مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير وصحة وعافية. رجعت لكم بعد غيبة طويلة، انا عارفة والله غصب عني مش بإيديا، بس النهاردة هكلمكم عن تجربة شخصية ليا انا. صراحة انا شفت حد كان بيتكلم عنها، فكان بيتكلم عنها حلو قوي، فانا حبيت اجربها. وصراحة انا انبهرت بالنتيجة بتاعة الكريم ده. هو كريم ميلانسونول، كريم ترطيب للبشرة الحساسة. معلش لسه صاحية من النوم فالحروف كلها داخلة في بعضها. ميلانسو ميلانسو ني ميلانسو نول، عدوها. المهم الكريم ده انا هكلمكم عنه، عن تجربتي انا الشخصية ليه. هو للبشرة الحساسة يعني. والله انا مش عارفة، أنا حاولت أكتب كلام أقوله فلأ، فأنا هقول اللي أنا شفته منه. آه، أولا ترطيب عميق جدا للبشرة. بيحمي البشرة من أضرار الشمس. لو بشرتك زي ما بيقولوا كده بتتحرق من الشمس، لو انتي نازلة بيغنيكي بنسبة كبيرة عن واقي الشمس. ريحته حلوة قوي، ترطيبه جميل قوي، بينفع للبشرة القدم للرجل، يعني لو في تشققات في الرجل او نشفان الايد. حلو قوي، بس عجبني اكتر للبشرة، بيدي نضارة حلوة قوي للبشرة. آه، دي تاني علبة ليا، انا لسه جايباها النهاردة، فحبيت اعمل لكم ريفيو عنها. هو في حاجتين اهوت ما عجبونيش فيه للأمانة، مش كمنتج، مش هكلمكم كمنتج. وحاجتين فيه برضو اللي هو كسعر. ازاي ابقى انا جايباه ب40 جنيه، وازاي افاجأ ان هو النهاردة، يا رب تكون واضحة، ب75 جنيه. وهو مش انتاج جديد كمان على فكرة يا جماعة، هو انتاج 2023 ينتهي 2028. ازاي ابقى جايباه ب40 جنيه والنهاردة وإنتاج قديم ب75 جنيه؟ ليه؟ أنا معرفش، مش عارفة. يعني دي أنا فوجئت النهاردة والله، يعني 80 جنيه الضعف.